لعبة الكراسي الموسيقية بدأت في البريمير ليج، جولة المفاجآت والصدمات. أرسنال وتاني هزيمة الموسم ده، بس برضه احنا لسه في المنافسة. والله لسه في المنافسة. مانشستر يوقف قطار تشيلسي بعد إقالة تنهاج. توتنهام يكتسح استون فيلا في لندن. عندنا كلام كتير في الجولة العاشرة من البريمير ليج، فمشروبك اللذيذ ويلا على سهرتنا الكروية. بس في الأول اتأكد إنك عامل لايك، وصلوا الحلقة دي لل 500 لايك، واعمل اشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك حلقاتنا أول ما تنزل. وأظن كفاية أنا راغي لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. مشجعين الكرة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل. والحقيقة النهاردة هنتكلم عن الدوري الإنجليزي بس، لأن الدوري الأسباني اتأجل فيه ماتشات كتير بسبب الإعصار اللي ضرب أسبانيا. وخلونا نبدأ السبت الممتاز من مباراة أرسنال ونيوكاسل اللي انتهت بفوز الماجبايز 1-0 بعد هدف برأسية قوية جدا من إيزاك بعد عرضية متقنة جدا من جوردون. وأرسنال بيستمر في إهدار النقاط، والواحد متضايق جدا بصراحة. كمية الأمال اللي كانت عندي تحطمت على صخرة الواقع. ولازم نعترف يا مدفعجية ان الفريق السنة دي في حاجة غلط، في حاجة مش شغالة زي السنة اللي فاتت. وارسنال بسبب غياب اوديجارد ما بقاش بيخلق كمية الفرص اللي كان بيخلقها الفريق السنة اللي فاتت، وساكا وهو لوحده يا عيني ممسوك من كل الفرق، مقفوش زي الحرامية في الاتوبيس. ودفاعيا بقى الثنائيه الاقوى بتاعت السنه اللي فاتت السنه دي مش شغاله وفيها حاجه غلط. يعني جون النهارده ده بتاع ايزاك، ان هو يطلع لوحده وسط جابلير وصليبه وهو واقف لوحده خالص كده، دي ما كانتش بتحصل السنه اللي فاتت تماما. فواضح ان الاثنين عندهم مشكله في التمركز. تريكا قال بعد الماتش في التصريحات بتاعته في الاستوديو التحليلي ان ده بسبب الاجهاد، لان الاثنين لعيبه دول بالذات لعبوا طول الموسم اللي فات مع المنتخب ومع الفرق كل الماتشات. بس انا شايف ان جنب المشكله بتاعت الاجهاد لا، في مشكله في التمركز والربط ما بين الاثنين لعيبه دول السنه دي، في حاجه غلط، في حاجه لازم تتظبط. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، اي بليف ان ارتيتا، بجد انا بصدق الراجل ده. ارتيتا هيرجع لو الفرقه تقف على رجليها تاني وهيرجع ينافس، لسه بدري قوي على نهايه الموسم. ولو انت مكمل معايا لحد هنا فبشكرك شكرا من كل قلبي، وما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه واكتب لي رايك في الحلقه في الكومنتات. نروح لاول مفاجآت الجوله، مباراه سيتي وبورنموث اللي انتهت بفوز بورنموث 2-1 في مفاجاه كبيره جدا. ولسان حال ارتيتا بيقول لجوارديولا ايه ده، هو زيكو عملها معاك ولا ايه؟ فافتتح بورنموث التهديف عن طريق انطونيو سيمينو بعد اسيست بالمقاس من كيركيز، وانطونيو لف وضرب جفارديول وحطها في البعيده، حاجه ولا احلى. وبعدها واحده فيرست تايم من ايفانيلسون بعد اسيست بالمليمتر من كيركيز برضه، ثم هدف لحفظ ماء الوجه بالرأسية جفارديول بعد عرضيه جواندوجان. بس المباراة دي مفاجأة وصادمة بكل المقاييس. كلنا عارفين ان السيتي عادي بيخش فيه جوان، خصوصا ورودري مش موجود، بس ان يبقى السيتي خسران 2-0 وانت بتقول ان كان ممكن يبقى شايل 4 و5، دي اللي مفاجأة الحقيقة. بورنموث عمل في مباراة مفاجأة جدا لكل الناس، وواضح كده ان اريولا عمل الجلاشة مع الفيلسوف. فلو بصينا على الاحصائيات سيتي معاه الاستحواذ اغلب اوقات المباراه 65-35، ووصل في الشوط الثاني ل 72-28، الا ان اهدافه المحققه 4 بس، ما عملش غير 4 فرص بس، وده معناه ان الاستحواذ بتاعه سلبي، على عكس بورنموث اللي عمل 6 اهداف محققه، 6 جوان ما يضيعوش. انا ما اعرفش الماتش ده خلص 2-1 بس ازاي. بس باين قوي البطء الشديد اللي في تحولات السيتي من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم، وده بسبب الغيابات والاصابات اللي ضربت الفريق. ده غير ان منظومه الضغط اللي عملها بورنموث قدر ان هو يوقف مفاتيح لعب السيتي تماما. الحقيقه اريولا من السنه اللي فاتت وهو بيثبت يوم بعد يوم ان هو مدرب كبير، ولو مسك فرقه فيها كواليتي اعلى من ده شويه هيبقى خطير جدا على بقيه الفرق. وطبعا نتيجه لما سبق فالطريق بقى مفتوح لليفربول الى الصداره، وبيجي المنقذ كالعاده محمد صلاح عشان يهدي الريدز الفوز على برايتون 2-1. فافتتح برايتون التهديف عن طريق فريدي بعد اسيست من داني ويلبك، وبيتعادل للريدز خاكبو بعد اسيست متقن من فان دايك. وبعد كده بيجي محمد صلاح عشان يحط هدف ماركة محمد صلاح ويهدي ال3 نقاط للريدز. واهدر برايتون اكتر من فرصه خطيره، وكان ضاغط ليفربول خصوصا وسلوت بدا بثلاثي خط النص ماك أليستر وجرافنبرخ،
وسوبوسلاي اللي عندهم بطء في نقل الكوره. واستغل فابيان هيرتزل البطء ده وضغط على ليفربول وخلاه ما يعرفش يبني اي هجمات من نص ملعبه. وكالعاده برايتون بيهدر فرص سهله جدا. فابيان عامل فريق محترم جدا وقوي جدا وبيلعب منظومه هجوميه وضغط عالي من اول دقيقه، الا انه بيجي بعد 60 او 65 دقيقه الفريق بينهار بدنيا تماما وبيخسر دايما في نص الشوط الثاني، وده اللي حصل النهارده. فما بين الشوطين واضح ان سلوت شد عليهم الزنبيل جامد، لان ليفربول نازل ضاغط من اول دقيقه وبيضغط على حامل الكره بثلاث اربع لعيبه. وبعد كده سلوت عمل تغييرات بنزول لويس دياز وكيرتس جونز وسحب سوبوسلاي وماك أليستر، والفريق بقى اسرع شويه، وبعدها بثلاث دقائق بالظبط قدر ان هو يسجل هدف التعادل. ثم زي ما قلت بيجي محمد صلاح عشان يسجل هدف ماركة محمد صلاح. نفس الجون ده يا جماعه حطه كتير قوي، بيجري من على الطرف ويقطم ويدي واحده ارتو بشماله في البعيده، حاجه يعني احلى من الحلاوه. ونبارك تاني لصلاح انه بقى تامن الهدافين بعد ما كسر رقم روبي فاولر وقرب قوي من رقم تيري هنري بلاعبي المفضل. وصحيح يا جماعه انا بشجع ارسنال، الا ان نفسي ان صلاح يكمل في ليفربول ويكمل ارقام قياسيه كمان وكمان. فخر مصر والله يا ابو مكه. ونيجي بقى لتاني مفاجآت السبت الممتاز، ونوتنجهام فورست اللي نط للمركز الثالث مع نونو سانتو وعامل اداء رائع وكسب ويست هام 3-0. كان الشوط الاول حط جون وسط سيطره ويست هام، الا ان بعد طرد الفاريز الآية اتقلبت تماما وبقى وان سايد جيم لنوتنجهام فورست وحط جونين كمان، وبكده بقى في المركز الثالث على جدول الترتيب. صحيح نونو سانتو عامل اداء مع نوتنجهام من ساعه ما مسك وهو ثالث اقوى خط دفاع، دخل فيه 7 تجوان بس لغايه دلوقتي، الا ان هنشوف في اخر الجدول ده هيروح لغايه فين، وما اعتقدش انه هيستمر كتير. نروح بقى لمباريات الحد الممتاز جدا جدا اللي بدات مباراه استون فيلا مع توتنهام اللي انتهت بالاكتساح لتوتنهام 4-1. صحيح افتتح استون فيلا التسجيل عن طريق مورجان روجرز، الا ان بعد عرضيه متقنه من سون بيقدر جونسون انه يحط هدف التعادل، ثم بعد كده سولانكي بيحط الثاني وبعدها بدقيقه بيحط الثالث، ثم اخيرا بيجي ماديسون ويحط فاول من على حدود المنطقه من احلى ماكو. فالمباراه في شوطها الاول توتنهام استحوذ على الكوره، او تقدر تقول استون فيلا ساب له الكوره، لان هجمات استون فيلا كانت اخطر بكتير وكان عنده فعاليه هجوميه على المرمى اخطر بكتير من توتنهام. بس الشوط الثاني يا باشا كلام تاني، فتوتنهام نازل ضاغط جدا وفعاليه هجوميه من اول دقيقه في الشوط. وبعد التعادل على طول بيعمل بوستيكوجلو تغييرين غريبين جدا، بيخرج سون وبنتنكور اللي كانوا عاملين اداء حلو جدا، وسون لسه عامل اسيست. حتى سون وهو خارج استغرب وكان مش عارف ان هو اللي هيخرج، وخرج بره كان قاعد متضايق جدا على الدكه. وفعلا التغييرين كانوا غريبين جدا، ونزل ريتشاردسون وبيسوما، لكن واضح فعلا يا جماعه ان الراجل ده شايف احسن وعارف هو بيعمل ايه. حتى تريكا قال كده بعد المباراه، لان بعد ما التغييرات اتعملت الفريق اتحول تماما وبقى سريع جدا، وسولانكي اتحرر خالص وسجل هدفين حلوين قوي، بس مش احلى من هدف ماديسون. اما استون فيلا فهبوط غريب في المستوى وبدنيا وقعوا تماما، حتى بعد التغييرات ما كانوش عارفين يجاروا توتنهام طوال الشوط الثاني. ولو قدرت تستحمل صياحي لحد هنا فانت من الابطال اللي بشكرهم من كل قلبي. وما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه وسيب لي رايك في صياحي في الكومنتات. واخيرا قمه الجوله العاشره مباراه مانشستر يونايتد مع تشيلسي اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وافتتح التهديف مانشستر يونايتد عن طريق ضربه جزاء صحيحه حطها برونو فرنانديز، وبعديها بيتعادل كايسيدو بجون ولا احلى قنبله من على حدود المنطقه. والمباراه شهدت نديه كبيره بين الفريقين، وكانت مباراه مثيره وممتعه وسريعه جدا، وكانت الناس متوقعه ان تشيلسي هينزل ياكل مانشستر يونايتد عشان حاله مانشستر يونايتد اللي كلنا عارفينها، الا ان الفريق مانشستر عنده روح كبيره قوي وبيلعب بنديه كبيره قوي على ملعبه، وواضح ان هو عايز يبدا صفحه جديده مع الجماهير. ولو بصيت على احصائيات المباراه وارقامها فالمباراه فعلا كانت سجال ما بينهم، الارقام ما بينهم قريبه جدا، وكان ممكن اي فريق يحسب الفوز، واظن ان التعادل ما بينهم كان عادل جدا. وعموما هنشوف مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي ومدير فني جديد روبن إيميرون هنشوف هيعمل ايه وهيبقى افكاره شكلها ايه مع الفريق، وهيقدر ينظم الفريق ويوقفه على رجله بسرعه ولا لا. اما ماريسكا فانا قلت رايي فيه قبل كده، فهو مدير فني جيد جدا. عموما اي حد بيطلع من تحت مدرسه جوارديولا بيبقى مدير فني جيد جدا. الراجل عامل شغل حلو قوي مع تشيلسي من ساعه ما جه،
وموقف الفرقه على رجليها. حتى على المستوى الفردي ابتدى يظهر لك لعيبه زي مدويكي، زي جاكسون اللي بقى اخطر من ساعه ما جه. وعموما ماريسكا مع تشيلسي في الفتره اللي جايه هيعرف يبقى فريق خطر قوي. وده ترتيب الجدول بعد الجوله العاشره، والاسابيع اللي جايه هتشهد اثاره كبيره جدا. لسه بدري قوي يا جماعه، الدوري هنا 38 جوله، يعني احنا يا دوبك لعبنا ربع وفاضل 3/4 وفاضل لسه ليله كبيره قوي سعادتك. فالمدفعجيه اللي زي حالاتي تفائلوا ان شاء الله اللي جايه احسن، ولسه هنرجع للمنافسه، ويا رب ننهي الدوري ده على القمه. وبكده بقى خلصت كلامي، بس كلامنا سوا اكيد لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وسيب لي رايك في الكومنتات، وفعل جرس التنبيهات عشان توصل لك حلقاتنا اول ما تنزل. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.